حوالي 175 زيتا بايت داتا عملية. الزيتا بايت هو بس نمرة كبيرة كنا نعرفوا كده 20 زيرو ولا كده 20 زيرو ولا المشكلة شكون اللي كده هذيك تاع تكوبي وتهرب وذاك you have to learn the basic. That's learn the basic. You have to learn the physics, math, physics. ما قلتلكش احفظهم. I want you to understand them. This is the دائما we don't learn only one thing. ما تعلموش الماث والفيزيكس وخلاص. You have to learn a little bit of some philosophy, some art, some لو كان تاكل بطاطا كل يوم تاكل. دور تاعي كشخص انا انا الا ساكن باقي جزء مواطن بسيط. الدور تاعي انا ما نديرش برامج ولا خاطيني. انا انسان جيني يقول لي خويا يقول لي ارواح دير محاضره نجي دار يسالوني قال عندي برنامج معين هل البرنامج يصلح ما يصلحش نعطي رايي الخاص. تنتهي الى هذا ندير عندي جماعه يقراوا في الجامعه ندير لهم الدكتوراه درت حاولت ندير جامعة مع جماعة نساعدهم ندير فالدور تاعي انني مساعد فقط ما عنديش الاموال باش نروح نفتح والناس تنتظر بلي نجي انا نغير واش راه صاير. انا الدور تاعي ما عدا الا مساعدة اللي يحب المساعدة انا راني موجود نعطيه الرأي تاعي وراني داخل في برامج. النقطة الثانية انا ما عنديش جامعة خاصة انا راني داعم في جماعة عندهم جامعة خاصة ولا ربما الاسم تاعي مرتبط بها سيفتي داعم في جماعة هذوك ولكن مش جامعة مش تاعي انا الا واحد مدعم كمدعمين كثير. اولا نشكر مدير الجامعه اللي عرضني لهنا والترحاب وخاصه الاسره الجامعيه والطلبه. الانفيتياتر كان مكتظ يعني وهذا شرف لي كبير ان الطلبه يظنوا باللي قادر نمد لهم شيء. تكلمنا على اليوم على الموضوع كان خاص بالتكنولوجيا خاصه فورث اندستريال ريفولوشن بعض الطرق كيفاش الواحد يدير كيفاش تخترع في الجامعه مقابل تخترع في الاندستري فكان هذا المحور اللي هضرت عليه. يا مدينتي اول مره نجي لمدينتي حقا اول مره يعني ضرب دوره الصباح ربي نوض بكري رحت انا وخويا ضربنا دوره النظر بكري ما كانوا الناس مازالوا ما ناضوش ولا ربما دورنا سونتر فيل وذاك نتمنوا على بالي كاين حاليا في مدينه تيارت شويه نقص ماء وذاك نتمنى ان هذا اللي يتحل ونطلب من هضرت في المحاضره باللي في الدول كلنا الحل تاع الشركات اللي تمون الماء الحكومه يلعبوا دور وكان دور اخر للمجتمع انه الناس ما تبدرش باش يكون توازي من الاثنين. نتمنى الماء هذا يحلوه قريبا خاطر الماء هو الاولويات والنجاح هو تعيينات. تقول لي نجاح انا مازال راني نخدم على روحي نربش ظهرت لي الاخرين ما خدموش ياسر برك في المحاضرة هضرت على للطلبة واش لازم الطلبة أنه لازم الواحد ما كاينش حاجة تجيك هكذاك بالسهل لازم لها عمل وخاصة كما احنا خرجنا للخارج فتخدم 10 مرات ما يخدموا هما باش تبان. فهذا المهم أنه الناس يعمل الطلبة يعمل يتجنبوا الطلبة اللي شوية عندهم شوية ما يحبوش القراية ولا يمشوا في طرق ملتوية شوية. إذا حاب تنجح تتخلى من الناس هذوك. قلت باللي الأساتذة لازم الواحد احترام الأستاذ. ضيعنا هذه النقطة هذه باحترام الأستاذ. الوالدين خاصة مهم ياسر. فهذا من النقاط أنه ما كاش حاجة حل هكذاك. الحاجة الوحيدة اللي تنجحك تاع الصح أنك ما يغركش العمل تاعك تبقى تخدم خلي العمل تاعك هو اللي يتكلم عليك لا داعي أنت تروح تبين روحك. هذه اللي حكيتها اليوم أنه ما نعرفش واحد نجح في الدنيا هذه خاصة إلا رتبة كبيرة نجح وما كانش طايع والديه. إلى حد الآن يجيبوا لي واحد نجح ومش طايع والديه. أنا أشوفها أنا كي لي زيكس ولي زيكراك إكس وإيكراك راسك كان فلاش طيع والديك تنجح مش معناها كل واحد يطيع والديه راح ينجح. مثلا الجماعة اللي نجحوا كل طاعوا والديه. أتشرف بذكر اسمي أنا الطالب بعجاجة يوسف من جامعة ابن خلدون كلية العلوم الاقتصادية تخصص إدارة مالية. اليوم بالذات
كان جد مهم لأنه حضر فيه العالم الأستاذ بالقاسم حبة الذي ألهمنا كثيرا، حيث قدم لنا الكثير من التوصيات، وهي العمل ثم العمل ثم العمل. يعني بدون عمل ما راح دير والو، الا تقعد في بلاصتك وتقول باللي انا ندير وندير ما راح دير والو. ايضا وصانا انه نتايا مادامك تحوس تطور من نفسك سما لازم ما تحقرش نفسك، وكما قلت سابقا انه لازم تعمل بجد. كان لنا شرف كبير انه حضرنا مع هذا العالم، بما انه نتايا تعتبر روحك طالب في كليه حاضر بين الاساتذه والدكاتره والعلماء، هذا الشيء يلهمك انك نتايا تدير المزيد من المجهودات وتدافع على الفكره تاعك باش توفر من منفعه للمجتمع تاعك. يعني هذا اليوم كان بالنسبه لي فرصه كبيره، لاني طرحت على الاستاذ الفاضل العالم بالقاسم حبه، طرحت عليه السؤال شهما العقبات اللي مر بهم والاخطاء اللي وقع فيهم. يعني هو قال لي نقيسيو زعما نركزوا على الفشل بطريقه ايجابيه. يعني هو كي خبرك الاخطاء تاعه والفشل اللي مر به نتايا راه وفر لك وقت كبير باش نتايا ما تقعدش اولي لا تقعد 3 سنين وتدير في حاجه صاي ديجا قديت الايده تاعه هو الخطا اللي داره، تستفاد من الخبره تاعه، تتفادى الاخطاء قدر الامكان. نتمنى ايضا انه تكون الكثير من هذه المحاضرات، لانه كما قال الزميل السابق انه القاعه ممتلئه، يعني الشعب والطلبه راهم متعطشين للعلم، راهم خصهم هذه المنتديات هذو باش يحفزوهم ويكون عندهم شغف انه يديروا المزيد من الاعمال باش يكون عندهم زعما ثمره نجاح لسنوات قادمه.